يموت سنويا حوالي 8 ملايين شخص في العالم بسبب تدخين التبغ. يمكن لكل سيجارة أن تنغص من عمر الفرد 20 دقيقة، ولكن يمكنكم استخدام بدائل عن السيجارة. إحدى البدائل للسيجارة هي جهاز أيكوس. أيكوس جهاز يشبه السيجارة، يقوم بتسخين التبغ إلى درجة حرارة تقريبا 300 درجة مئوية، وينبعث منه بخار يحتوي على النيكوتين، ويقوم الفرد باستخدام هذا البخار لنرى مقدار الآثار الجانبية له مقارنة بالسيجارة. النيكوتين في أيكوس أقل ب16% مقارنة بالسيجارة. درجة حرارة بخار أيكوس تقريبا نصف درجة حرارة دخان السيجارة. مستوى الأستالدهيد في أيكوس أقل ب77% مقارنة بالسيجارة. الأستون أقل ب87%. الأكرولين أقل ب18%. البنرالدهيد أقل ب50%. الكروتونالدهيد أقل ب96%. الفورمالدهيد أقل ب26%. الإيزوليرالدهيد أقل ب59%. البروبيالدهيد أقل ب74%. الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات أقل ب95%. ثاني أكسيد الكربون أقل ب60%. أحادي أكسيد الكربون أقل ب85%. بشكل عام وفقا للأبحاث فإن أيكوس يقلل مضار السيجارة بحوالي 95%. ولكن دعونا نتناول هذا الموضوع بالاعتماد على الطب الإسلامي، ففي الحقيقة فإن دخان السيجارة ذو طبع حار وجاف جدا، وعندما يدخل الرئة يتم امتصاصه في الدم، مما يؤدي إلى تسخين الرئة والدم وتجفيفهما. وعندما ترتفع الحرارة في الدم يشعر الشخص باللذة والسعادة، ولكن من جهة أخرى فإنه يحرق الدم ويولد في الجسم خلطة سوداء. وبحسب تعاليم الطب التقليدي فإن هذا الخلطة السوداء يعتبر أساس العديد من الأمراض، ومنها السرطان والأمراض النفسية والعصبية وغيرها. ولكن أيكوس يمتلك درجة حرارة أقل من دخان السيجارة، وكما ذكرنا فإن درجة حرارة أيكوس تعادل نصف درجة حرارة دخان السيجارة، ومن هذه الناحية فهو نقطة إيجابية جدا. كذلك فإن أيكوس ينتج بخارا، والبخار رطب وليس جافا، وبالتالي فإنه لا يسبب جفاف الرئة والدم. ولذلك فمن حيث إن بخار أيكوس لا يمتلك درجة الحرارة والجفاف نفسهما التي يمتلكها دخان السيجارة، فإنه يمكن أن يكون بديلا مناسبا جدا لدخان السيجارة من هذه الناحية، ويسبب أضرارا أقل بكثير للجسم. أنا بنياشي، معالج بالطب الإسلامي. إذا حظي هذا الفيديو بدعمكم أيها الأعزاء من خلال الإعجاب والتعليق، فسوف نتحدث أيضا عن بقية أنواع الدخان والبدائل عن السيجارة.